السلام عليكم شيرات، هاني عاود جيتكم وجبت معايا وصفة خفيفة ظريفة. اذا عندكم ولادكم الصغار ما يبغوش الخضر كيما الفلفلة، الوغ هاد الوصفة غادي يهبلوا عليها كيما العادة على ضمانتي. صلوا على رسول الله عليه ازكى الصلاة والسلام. الوصفة تاعنا هي سباغيتي بالخضر. نجيبو مقلة نديرو فيها شوية زيت، نديرو فيها نصف صدر دجاج يتقلى. نديرو التوابل تاعنا، انا درت تابل الدجاج اللي هو كوري، وزدت له الزنجبيل الحرور، ونخلوهم يتقلاو، نغطو عليهم ونخلوهم يتقلاو. هاد الوصفه تجي بنينه بزاف، انا معتمدتها توجور كي نبغي ندير لي باس ندير هاد الطريقه. ها هما تقلاو معنا ديجا. دركا نديرو الفلفله تاعنا والبصل وزوج سنات تاع توم. انا درت حبه فلفله حبه بصل قطعتهم بهذه الطريقه، وزوج سنات توم كيما راكم تشوفوا. نخلطوا كلش، نبلعوا عليهم ونخلوهم يتقلاو يدبالوا معنا. نجيبوا حبه طماطم مبشوره ومغرف كبيره طماطم مصبره، نديروها مع هذاك الخليط، ونجيبوا شويه ما من احسن الماء اللي كان طابت فيه السباغيتي تاعنا. نخلطوا جميع المكونات كيما راكم تشوفوا، ونكملوا باقي التوابل. انا هنايا درت كركم، فلفله حمراء، والملح بيان سور. نغطوا عليها ونخلوها تكتك شويه. كيما هاك. واخيرا نمر ما تكتكت شويه على صوص تاعنا، نديرو سباغيتي باش تتشرب فيها ديك لاصوص. وها هي سباغيتي تاعنا بالخضر، واجده سهله ماهله يموتوا عليها الصغار. انا معروفه باللي لي بات يبوهم الصغار، وهذه الطريقه يبوهم اكثر. ها هي الطبق تاعنا واجد. نروح الآن لشوية من تحضيرات شهر رمضان المبارك اللي راه على الأبواب. نقول لكم اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. ربي إن شاء الله يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحة والهنا يا رب. انا راني كل يومين نوجد شويه من الوصفات، واليوم قلت على هلا نشارك معكم البعض منها تستفادوا كيما انا استفاديت من بزاف خواتات. جيت ثاني نشارك معكم شويه منهم باش نستفادوا كاملنا. بون، هنا كنت حمرت الخبز تاعي، بغيت نخدم لا شابلور. جبت الخبز تاعي قطعته قطع صغيره، حمرته وعشيته في الاشواق، ما خشين ما رقيق بزاف. كل وحده وكيفاش تبغيه، كاين اللي تبغيه خشين كاين اللي تبغيه رقيق. انا درته موايان شويه بيناتهم. جبت التوابل تاعي، الكركم والفلفله حمراء والجامبو نستمتع بيهم. درت شويه كركم شويه فلفله حمراء وزوج حبات جامبو. جامبو انا درت زوج حبات باسكو لا كونتيتي تاع الخبز اللي كانت عندي تاع لا شابلور تحتاج زوج حبات نتوما والكميه اللي عندكم. هاد التوابل غادي نسمو لكم لا شابلور تاعكم بزاف، يعطوها بنه. بون انا خلطتهم واحتفظت بها في الثلاجه. كل ما نحتاج كميه من لا شابلور نستعملها، خرج من الثلاجه ونستعملها باش تحتفظوا بها مليحه وتقعد شاده هذيك التوابل تاعها. خلطتهم كما راكم تشوفوا. بون ابخي رحت وجدت الفخوده تاع الدجاج فارسي. دوك نشوفوا النتيجه في التالي. جبت زوج فخوده تاع الدجاج تاعي بعد ما كنت غسلتهم بالماء والخل والملح وشوتهم بون الاولى شوتهم بعد غسلتهم ديسوسيتهم و وجيت نخدم هاد الخليط اللي نسمو به فخوده تاعنا. جبت زوج فصات تاع توم، جوج سنات تاع توم ومغرف هريسه، شويه تابل تاع دجاج،
شويه حرور، شويه فلفله حمراء، الكركم والملح وشويه تاع زيت. نخلطوهم غايه ونخلوهم دو كوتي كيما راكم تشوفوا خواتاتي. ابخي جبت الفخاد تاعي كيما راكم تشوفوا فوالا. كي ديسوسيه تمشي معاه غير بالعقل، حليه بالخدمي غير بشويه، ساهله، طريقه ساهله بزاف. سي بوغ سا لي ما بغيتش نصورها. جبت هذاك الخليط دهنته من الداخل ومن الخارج غايه. غادي نسمن الدجاج تاعنا ويرجعه بنين بزاف. ميم كي ديري في كونجيلاتور تقولي تشمي في ريحه هذوك التوابل. بهذه الطريقه اختي فوالا. ابخي نجيبو الغرفيه ولا اي وعاء يكون صغير يكون عندكم، ديري فوقه البابي الومنيوم وتفرشي ماشي باردون ماشي البابي الومنيوم، بابي سيلوفان، وتديري فوقه هذاك الفخاد تاعنا. انا فرشيته بالفيونداشي، فيونداشي تاني نسنتها بالمعدنوس وشويه حرور وشويه ملح، ودرت في وسطها الفرماج بهذه الطريقه. ونبلعوا الدجاج تاعنا الفخاد تاعنا بهذه الطريقه، نزيرو بالبابي فيلم هكذا فوالا. هاني وريت لكم الطريقه اللي نحزم بها. جبنا هذا الخيط الاليمونتير وضحت لكم الطريقه سهله مهله، ديروها من اول مره تنجح لكم كما راكم تشوفوا. نديرو هكا ونعاودوا نحزموا من الرول، نعاودوا ندوروا بهذه الطريقه، جينا على شكل ورده، ونحزموا من التالي بالخيط الاول اللي كان عندنا. غادي كي تخدميها نتيا كلش يبان لك بالتفصيل بين يديك. هادو افخاذ الدجاج تستعمليهم في بزاف اطباق. انا توجور نستعملهم في العام اللي فات ديجا خدمتهم ودرت بهم، درتهم مع صوص بلانش، درتهم مع طاجين زيتون. هنا جبت قطعه من بابي الومنيوم فوالا، كنت ندخلها في الفور كيما هكا. هذه هي، ها هو الشكل تاعنا نهائي. وهاد القطعه للزينه فقط. فوالا كنت ديجا خدمت حبه قبل. دروك بغيت نوجد معاكم بولي فارسي. انا كل ما يكون عندي شويه وقت قلت لكم نوجد حاجه ونجمدها لشهر رمضان باش نقص على روحي شويه تاع بون. هنايا كنت جبت البولياشي، درت له الحرور، كوري دجاج، فلفل احمر، زنجبيل، شويه زيت، شويه ملح، خلطت المكونات ودرت بابي فيلم فوق بلان دو طرافاي وندير فوق هذاك البولي تاعي، بولياشي تاعي، نسقمه بيدي وفي الحشو درت فيونداشي كما راكم تشوفوا. زدت فوقها الفرماج هكا وروليت بهذه الطريقه. ونقصوا من بعد ما نبلعوا البابي سيلوفان زيروه غايه، وانا كنت زيرتها غايه كما راكم تشوفوا. خليتها ولي كنت احتاجيت بابي فيلم واحد اخر درت. قلت لكم انا كل ما يكون عندي شويه وقت نوجد حاجه، با اوبليجي توجدي كلش في نهار، كل يوم حاجه. وانا هذا كل نهار وبركته. اليوم وجدت هذا الوصفات اللي راني شاركت معكم شويه منهم. فوالا درت لا بابي الومنيوم، بابي فيلم الزاوج،
زيرت غايه من لي دو كوتي من ومن، بلح درت العقده ونحيت الزوائد تاع البابي. كما قلت لكم خواتاتي، انا هاد التحضيرات اللي قبل الشهر المبارك نحسهم يعاونوني بزاف. ندخل للدار نديكونجلي هذيك الحاجه اللي كنت حضرتها، ونزيد معروف في شهر رمضان الاطباق بزاف، او ما تكوني منحيه على روحك شي حاجه. بون، هنايا جيت حضرت تاني معكم افخاذ الدجاج الكذيبه. هيا نقول لكم علاش سموها الكذبه. بون، نغلو حبه بطاطا في ماء مع ورقه تاع رند، نديرو افخاذ دجاج تاني يتغلاو في ماء وورقه رند وشويه ملح. كي يطيبوا معانا هذوك افخاذ الدجاج نفتوهم ونطحنوهم في الاشواخ ونحتفظوا بالعيده. هنا جينا درنا هذيك البطاطا والدجاج تاعنا، حبه بيض، زوج مغارف كبار شابلور، والفرماج تاعنا، ومغرف كبيره معدنوس انا كنت دايرتها في الكونجيلاتور. ونخلطوا هذوك المكونات، نخلطوا كلش. الملح تاني ما ننسوش. بون، نجيبوا فرماج سلايس تاعنا نشكلوه بهذه الطريقه اللي شفتوها، ونفرصوا به الخليط تاعنا، ونديروا العظم اللي كنا احتفظنا به ونشكلوا بهذه الطريقه على شكل افخاذ حقيقيه كيما راكم تشوفوا. نزيروا غايه بيدينا او ميم طون نديروا هذيك لا فورم تاع الفخذ. وكنت ديجا حضرت لا شابلور تاعي والبيض، حبه بيض. نديروا هذيك الافخاذ اللي حضرناهم في البيض، ابخي نديروهم في لا شابلور كيما راه موضح في الصوره، وتوجور نضغطوا عليهم. وهادو هما البعض من الوصفات اللي بغيت نشاركهم معكم خواتاتي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، واذا استفدتوا معايا وعجبوكم ما تنساوش تشتركوا في القناه تاعي باش تشجعوني وتخلوا لي تعليقاتكم. خليتكم بخير ان شاء الله، تهلوا في رواحكم، مع السلامه.